طريقتي اللي لا يمكن اغيرها، هيفضل معاكي من السنه للسنه مقرمش لاخر شويه زيتون عندك، ولا هيبقى ممرر وطعمه خطير، وكمان مش هيتهرى منك. حطي لايك واعملي شير، ويلا نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وهقولك كمان على كام تريكايه هتظبطوا معاكي، ولو اول مره تعمليه هينجح معاكي. يلا نبدا نسمي الله. اول حاجه هنا انا هستخدم الزيتون التفاحي. ليه؟ عشان بيبقى الزيتون التفاحي ملحم كده وفيه لحم، فيديكي نتيجه كويسه. هاتي بقى الكميه اللي انت محتاجاه. انا هنا هشتغل ب3 كيلو. ابداي اغسليه كويس وابداي نقيه كده، لو في حته في زيتونيه طريه ولا مفتوحه كده طبعا استبعديها خالص وشيليها من الزيتون. انا غسلت بقى الزيتون بتاعي ونقيته وشلت لو في واحده طريه ولا واحده مخبوطه كده شلتها. ابداي هاتي بقى حاجه واسعه وانزلي بنص كيلو جزر مبشور. هنزل بحوالي من ربع كيلو لنص كيلو فلفل الاحمر دوت، انا ضرباه في الكبه. ليكي بقى مطلق الحريه، تحبيه سبايسي تحبيه بارد براحتك. هنزل كمان بنص كيلو فلفل سبايسي. انا هنا مستخدمه الفلفل السبايسي اخضر على احمر. اخر حاجه هنزل بيها ربطتين كرفس. انا هنا واخده الورق بس مش عايزه العيدان. هنزل كمان بمعلقه توم مفروم، وممكن تستغني عنها، ولو عندك فصوص توم يكون افضل. انا ما كانش عندي فحطيت توم مفروم. قلبي بقى الخلطه دي، عايزه اقول لك ريحتها كانت جباره. خلصنا بقى الزيتون بتاعنا والخلطه بتاعتنا. انا هنا 3 كيلو زيتون هستخدم ليهم 2 كيلو ليمون. انا هنا ال2 كيلو ليمون عصرتهم. طبعا القشر ده احنا مش هنرميه ومش هستخدمه ني. هبدا احط عليه شويه ميه سخنه كده وهرفعه على النار يغلي غلوتين بس. انا مش عايزه اسلقه، انا هغليه غلوتين بس. الخطوه دي مهمه قوي، ركزي فيها. اوعي تضربي الليمون بتاعك في الخلاط، لازم تعصريه وتستغني عن البذر ده، عشان البذر ده اللي هيخلي الزيتون معاكي ممرر. انا كده عصرت كل كميه الليمون بتاعي. قشر الليمون بتاعي بقى عطيته غلوه او غلوتين وتسيبيه يبرد. لازم قشر الليمون بتاعك يكون بارد، ما ينفعش تحطيه على الزيتون وهو سخن. ابداي بقى قسمي كل نص الكميه بتاعتك كده، قلبيها في الخلطه دي والزيتون. انزلي كمان بنص كوبايه زيت. هاتي بقى البرطمانات بتاعتك. اهم حاجه البرطمان بتاعك يكون مغسول كويس ومتعقم. حاولي بقى تكبسي على قد ما تقدري. انا كده خلصت كل البرطمانات بتاعتي. هنزل بقى بالليمون اللي احنا عصرينه مع بعض. بصي بقى الخطوه اللي جايه دي اهم خطوه عشان تظبط معاكي مخلل الزيتون ويفضل معاكي مقرمش. لازم تكون الميه بتاعتك اللي انت هتستخدميها في المحلول لازم تكوني غلياها وسايباها تبرد. ما ينفعش تستخدميها وهي سخنه. انا النهارده هقولك ازاي تظبطي المحلول بتاعك بالكوبايه. لكل كوبايه ميه معلقتين كبار هرميه ملح. انا هنا مستخدمه الملح بتاعنا بتاع الاكل العادي، مش مستخدمه الملح الخشن. قلبيهم بقى كويس قوي وتاكدي ان الملح بتاعك كده داب. هتبداي بقى تعبي البرطمانات بتاعتك وتغطي الزيتون. ما تسيبيش حاجه فاضيه من فوق، عشان ناس كتير بتقولك بيفور. هو بيفور، بس برضو غطي الزيتون بتاعك بكميه المحلول بتاعك. هاتي بقى بقيه قشر الليمون اللي احنا كنا سالقينه مع بعض. ابداي حطيه كده في اخر البرطمان واكبسي كويس قوي، وانزلي كمان بربع كوبايه زيت. وبصي الخطوه دي مهمه قوي علشان تمنع الهواء يخش للزيتون، وكمان دي الماده الحافظه ومش هتعمل لك عفونه على وش البرطمان من فوق. هاتي معلقتين كبار ملح خشن وابداي وزعيهم كده على فوق من فوق الليمون. وابداي هاتي بقى كيس تلاجة واقفلي كويس قوي. اهم حاجه ما يخشلوش هوا، وحطيه في مكان ما يكونش سخنه قوي في المطبخ. وكمان حطيه في صينيه علشان هو بيفور وهيبدا ينزل معاكي ميه في اول يومين. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.